شعيب من أشهر السحرة في السودان، وكان مشهور جداً في التسعينات، ويقال إنه كان محترف في مجال السحر، والأهالي على قد ما كانت بتثق فيه جداً كانوا بيخافوا منه أكتر، وكل اللي كان عنده مشاكل ومعرفش يحلها كان بيروح لشعيب عشان يجيب له حل لمشكلته، وطبعاً بالمقابل ده بياخد مبالغ مادية كبيرة لحد ما بقى عنده فلوس كتير جداً. بس يا ترى الوضع فضل على كده ولا إيه اللي حصل؟ الأكيد إن مفيش حاجة بتفضل على حالها، وكل شيء وله آخر. وفي قصة شعيب حصلت حاجة قلبت كل شيء رأساً على عقب، وغيرت مسار حياته كلها. تعالوا أعرفكم إيه اللي حصل. القصة بدأت في السودان، في ولاية النيل الأبيض، وتحديداً في مدينة الدويم سنة 1994. كان في شاب كل حلمه إنه يبقى ثري ويجمع فلوس كتير وفي وقت قصير، وكان حاطط زي خطط وكاتب مشاريع كتيرة على ورق عشان ينفذها. المشاريع دي كانت محتاجة مبالغ مالية كبيرة جدا كرأس مال يعني، عشان بس يقدر يحققها. وطبعاً هو شاب وفي بداية حياته ومعوش أي حاجة من المبالغ الخرافية دي عشان يقدر ينفذ مشاريعه، فما لقاش قدامه غير حل واحد، وهو إنه يقنع شوية من الأهالي بمشاريعه وقد إيه إنها مربحة وهتحقق فلوس كتير جدا وفي وقت قصير. وبالفعل الناس اتجاوبت معاه، ما هو الكل عايز يكسب، وبدأ يلم فلوس من الأهالي ويعمل بيها المشاريع بتاعته. وبالفعل لم فلوس كتير جدا، وكانت حرفيا مبالغ ضخمة، وما حسبش إنه ممكن يخسر، ولو خسر هيعمل إيه وهيرجع الفلوس دي منين لأصحابها. حقيقة كل ده ما فكرش فيه، هو كل اللي كان همه إنه يعمل المشاريع ويبقى غني وبس. ومع الوقت الشاب ده بدأ يخسر كل الفلوس اللي جمعها من الأهالي بشكل تدريجي، والمشاريع كلها تقريبا فشلت بسبب سوء إدارته وإنه ما عندوش خبرة كافية. وطبعاً وبديهي الناس بدأت تطالب بالفلوس اللي أخدهم منهم، وخاصة إنه المفروض كان متفق معاهم إنه هيرجع لهم فلوسهم بالمكسب على نظام دفعات معينة، وطبعاً ده ما حصلش، وبدأ يديهم أجزاء من فلوسهم من باقي الفلوس اللي كان واخدها منهم عشان يعمل بيهم مشاريع عشان يسكتهم شوية. وطبعاً ما كانتش الفلوس هتكفي أي حاجة لأنه صرف كتير جداً على المشاريع الفاشلة بتاعته، وبكل تأكيد هو معوش فلوس أساساً تكفي إنه يرجع اللي أخده، ولا هيقدر يرد المبالغ الضخمة دي كلها. وبعد تفكير طويل في حل مشكلته عشان يخلص من كل الديانة ويقدر يرجع لهم فلوسهم، ارتكب غلطة أكبر وعواقبها كانت أكبر وأكتر. في التسعينات كان مشهور قوي نوع من أنواع السحر اسمه سحر تنزيل المال أو الفلوس. السحر ده كان له طريقتين، يا إما الساحر بيساعد الشخص اللي مش لاقي شغل إنه يتوفق في شغلانة بمرتب كبير، أو لو معاك مبلغ معين بعد عمل نوع السحر ده المبلغ هيتضاعف. فالشاب قعد يفكر ليه ما عملش السحر ده، وبكده هلم فلوس كتير وساعتها هرجع للناس فلوسها والباقي هعمل بيه مشاريع جديدة بدل المشاريع اللي خسرتها. وقعد يفكر مين أحسن واحد ممكن يساعده ويعمل له السحر ده، وما لقاش قدامه غير شعيب الساحر. شعيب وقتها كان من أشهر السحرة في السودان، وكان راعب الناس كلها لأنه بيعمل أنواع معينة من السحر كلها شر وخراب. ده غير أنه بيقعد ساعات يكلم حد المفروض محدش غيره شايفه، وبيفهم الناس إن علاقته بالجن علاقة قوية جدا وإنهم بينفذوا له اللي هو عايزه. وكمان بيستخدم في السحر ده مادة الزئبق الأحمر اللي هي مادة غالية جدا وممنوع تداولها. فعشان يعمل سحر لأي شخص في المقابل كان بياخد منهم مبالغ مادية كبيرة جدا. والمسؤولين بإقناع الأهالي بالكلام ده شخصين، واحد اسمه محمد والتاني اسمه نور، ودول كانوا المساعدين بتوع الساحر شعيب. كانوا أول ما بيسمعوا عن شخص إن عنده مشاكل يجروا يقعدوا معاه ويفهموه إن الحل عند شعيب الساحر، وإن هو قادر على حل أي مشكلة مهما كانت صعبة، ويقنعوهم برضو إنهم يدفعوا التكاليف مهما كانت كبيرة. وطبعا أول ما سمعوا عن قصة الشاب بدأوا يروحوا له ويقنعوه كالعادة إن الحل
عند شعيب. وبالفعل الشاب راح معاهم وصدقهم وقعد مع شعيب وطلب منه إنه يعمل له سحر تنزيل المال أو الفلوس زي ما بيقولوا عليه. وصاد ده شعيب طبعا طلب مبلغ مالي كبير جدا عشان ينفذ طلب الشاب، وقال له المبلغ ده مش عشاني، المبلغ ده أنا هجيب بيه الطلبات اللي هعمل لك بيها السحر اللي انت عايزه. وقعد شعيب يفهمه قد ايه الطلبات غالية، خصوصا مادة الزئبق الأحمر اللي هي أهم شيء في السحر على حد قوله. طبعا الشاب كان يائس جدا ومش لاقي حل لمشكلته، وكل يوم الديون بتزيد، فقال والله أنا كده بخسر وكده بخسر، وماله لما أجرب، مش يمكن يقدر يحللي الموقف اللي أنا فيه، وبكده هبقى خلصت من الديانة وأقدر أفوق وأعمل مشاريع جديدة. وفعلا الشاب دفع المبلغ اللي طلبه شعيب بالظبط وروح. بس قبل ما يروح شعيب قال له 2-3 كده بالكتير وهتلاقي جالك فلوس. الشاب صدقه وروح، بس عدى أكتر من 2-3 اللي قال عليهم الساحر، ومفيش أي حاجة اتغيرت، ولا الخسارة وقفت ولا في فلوس جت. فرجع تاني الشاب للساحر شعيب وبدأ يقول له انت ضحكت عليا، أنا ما جاليش أي فلوس، ده حتى خسارة المشاريع ما بتقفش، انت أكيد السحر اللي عملتهولي كان فيه حاجة غلط وبايظ، أنا ما استفدتش أي حاجة بالسحر بتاعك ده. يعني شوفوا الذكاء، كل فكره إن السحر بايظ أو في حاجة غلط، لكن ما جاش في دماغه مثلا إن السحر ده نصاب وما يقدرش يعمل له حاجة، لا له ولا لغيره. لأنه بالعقل كده لو كان شعيب يقدر يعمل سحر زي ده ويغني الناس ويجيب لهم فلوس، ما جابش لنفسه ليه وبقى من أثرياء العالم مثلا؟ يعني حد ده تفكيره كان هيستثمر إزاي ومشاريع المفروض تنجح؟ نرجع لحكايتنا. شعيب كان مبرره إن اللي حصل ده إن السحر مش بايظ ولا حاجة، لكن المبلغ اللي الشاب عطاهوله اتقسم كالتالي: جزء اشترى بيه الزئبق والحاجات اللي هيستعملها في السحر، والجزء التاني اللي اتبقى واللي كان مبلغ بسيط هو ده اللي اتعمل عليه السحر. وقال له لو انت عايز المبلغ اللي معاك يتضاعف وتحس ان جالك فلوس كتير نعيد السحر، بس المرة دي هات كل الفلوس اللي معاك ونعمل عليها السحر، لأن أساساً النوع ده من السحر بيتعمل على مبالغ كبيرة ومش هتحس بالعائد طول ما هو معمول على مبلغ بسيط زي اللي عملنا عليه في الأول. الشاب للأسف صدقهم للمرة التانية، واتفقوا إنه هيجيب لهم الفلوس اللي معاه كلها، وإنه شعيب هيعمل على الفلوس دي السحر وهيحطها تحت سريره لمدة 3 أيام، وبعد ال3 أيام دول المفروض إن الفلوس تتضاعف ويجي الشاب ياخدها من بيت شعيب. وبالفعل الشاب روح وجمع الفلوس كلها اللي معاه، وكانوا مبلغ كبير وقتها، وراح اداهم لشعيب وعملوا سحر تنزيل الفلوس. وشعيب قال للشاب خلاص كده روح انت، وبعد 3 أيام بالظبط تعال خد فلوسك هتكون اتضاعفت. وال3 أيام عدوا وما حصلش حاجة، وطلع المساعدين بتوع شعيب وقالوا له ان السحر ده محتاج 2 كمان وهتاخد فلوسك متضاعفة. الشاب كان وقتها بدأ يشك فيهم وقال لهم كلام في نوع من أنواع التهديد قبل ما يمشي. المساعدين رجعوا جري لشعيب وقالوا له عن اللي قاله الشاب وإنه بيهدده. شعيب بكل هدوء قال لهم خلوه يجي كمان 2 يوم وهياخد فلوسه متضاعفة زي ما اتفقنا. لكن في حاجة غريبة حصلت، وهي إن الشاب اختفى وما بقاش له أي وجود، وعدى 2 يوم على اختفائه، وأهله طبعا بدأوا يدوروا عليه ويقلبوا الدنيا، ولما ما وصلوش لحد ولا وصلوا المعلومة تدل على مكان ابنهم، راحوا في اليوم الثالث بلغوا الشرطة عن اختفائه. والأهالي اللي الشاب كان واخد فلوسهم عشان يشغلها بدأوا يتكلموا ويقولوا إن دي أكيد تمثيلية الشاب وأهله عاملينها عشان ينصبوا عليهم، وإن الشاب أخد فلوسهم وخلع، وأهله عملوا بلاغ في الاسم عشان تبان يعني إنها حادثة اختفاء وما يبقاش اسمه نصب على أهل البلد. لكن أكيد أهله عارفين طريقه. طبعا الشرطة بدأت تحقق في اختفاء الشاب وتاخد أقوال صحابه وبعض الشهود، وصحابه قالوا إن هو كان بيروح لبيت الساحر شعيب عشان يعمل سحر، والشهود أكدوا إنه كان فعلا بيتردد على بيت شعيب وفي ناس شافته وهو رايح له بالفعل. الشرطة استدعت شعيب وبدأت تحقق معاه، لكن شعيب أنكر تماما الكلام ده وقال إنه عمره ما شافه من الأساس وما يعرفوش، وإن ناس كتير جدا بتجيله كل يوم عشان تعمل أسحار ومحدش اختفى قبل كده،
اشمعنى ده يعني اللي هيختفي؟ وقال إن الشاب ده ما جاليش أصلا ولا عمري شفته، وأنكر تماما معرفته بالشاب. ولعدم وجود دليل كافي يدين شعيب تم إخلاء سبيله. بس ناس كتير برضو كانت شاكة إن شعيب له علاقة باختفاء الشاب، بس للأسف محدش كان بيجرؤ يقرب من بيت شعيب أصلا، لأن البيت كان حواليه عظم وطلاسم وحاجات غريبة مكتوبة بالدم، ده غير الروايح والأصوات الغريبة والمخيفة اللي كانت بتطلع من البيت خصوصاً بالليل. الشرطة كانت أخلت سبيل الساحر شعيب، لكنه كان تحت المراقبة من غير ما يعرف. وبدأ الشرطي اللي كان بيراقب بيت شعيب ياخد باله إن في شخصين دايماً بيترددوا بشكل دائم على البيت. الشخصين دول كانوا محمد ونور المساعدين بتوع شعيب. الضابط فضل ماشي ورا نور وقبض عليه وأخده يحقق معاه، وأثناء التحقيق ضحك على نور وقال له على فكرة شعيب قال إن أنت المسؤول عن اختفاء الشاب، وإنك أنت اللي عارف كل حاجة عنه، ومش هتخرج من هنا غير لما تعرفنا الشاب ده راح فين بالظبط. نور اترعب لما عرف إنه شعيب دبسه في الموضوع، وخاف لحسن يشيل الليلة كلها لوحده، وفي نفس الوقت كان خايف أكتر إنه لو فتح بقه يا عالم شعيب هيعمل فيه إيه، وإنه أكيد أبسط حاجة هيعملها شعيب فيه إنه هيعمل له سحر مؤذي يموته ولا يجيب له مصيبة. فنور كان بين نارين، أسكت وأشيل القصة لوحدي ولا أتكلم ويا عالم شعيب هيعمل فيا إيه. لما الضابط حس إن نور ممكن يتكلم بس خايف، بدأ يطمنه ويقوله إنك لو قلت الحقيقة إحنا هنحميك من شعيب ومش هيقدر يجي جنبك. وقتها بدأ نور يطمن شوية وبدأ يحكي ويعرفهم الحقيقة. ونور حكى للضابط قصة سحر تنزيل المال، وإن الشاب جالهم عشان يضاعف فلوسه لأنه متدين للبلد كلها. ولما جه وقال إن الفلوس ما اتضاعفتش ولا زادت، قال بدأنا نسكته ونطلب منه مهلة 2-3، وبدأ يهددنا. ولما رحت أنا ومحمد نقول للسحر شعيب على تهديده لينا وكلامه، شعيب قال وقتها إن إحنا لازم نتخلص منه قبل ما يفضحنا ويودينا في داهية. وفعلا شعيب بدأ يجهز هيخلص منه إزاي وهيودي جثته فين لما يموته، وراح شال سريره وحفر حفرة كبيرة تحتيه، وجاب أكياس بلاستيك كبيرة وبرميل، وطلب من نور ومحمد إنهم يقولوا للشاب تعالى كمان يومين استلم فلوسك. وبالفعل أول ما الشاب راح عشان يستلم فلوسه ودخل أوضة شعيب قتله وقطعه قطع صغيرة تتحط في أكياس، وجاب برميل وحط أكياس والشاب فيه، ودفن كل ده تحت السرير بتاعه في الحفرة اللي كان عاملها. طبعا الشرطة قبضت على شعيب وبدأوا يفتشوا البيت ويستخرجوا الجثة، وكمان طلعوا كمية أعمال كبيرة جدا مدفونة في بيت شعيب. وشعيب لما لقى كل شيء اتفضح اضطر يعترف بكل شيء، وقال إنه كان عايز ياخد الفلوس من الشاب، وإنه عمل كده عشان يخلص منه ومن تهديده وإنه ما يفضحوش. وتم محاكمة شعيب والمساعدين بتوعه، وتم الحكم بأقصى عقوبة سجن على المساعدين وبالإعدام على شعيب وأهل شعيب كلهم وأولاده ومراتاته، لأنه كان متزوج من أكتر من سيدة وعنده أولاد كتير. مشوا كلهم من البلد لأن خلاص ما بقاش ينفع يعيشوا فيها بعد كل اللي حصل. دي كانت حكاية النهاردة. لو عجبتك اعمل لايك واكتب لي رأيك في الكومنتات، وخصوصا في نقطة الناس اللي لسه بالرغم من التطور والعلم اللي بقينا فيه إلا إن في فئة كبيرة جدا لا يمكن إنكارها بتصدق في الدجل وبتصرف مبالغ ضخمة على الدجالين والمشعوذين، سواء في الأذية أو في تحقيق هدف معين. واستنوني في حكاية جديدة من حكاوي تي. أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.